منذ بداية تشكيل الأنظمة والحكومات على مستوى العالم وكتابة القوانين والدساتير التي تنظم الحياة في الدول، كان هناك تمييز وإقصاء للمرأة. وأيضا في مجال العمل وفي الأنظمة الرأسمالية كان هناك تمييز وتهميش للمرأة سواء بساعات العمل أو بالأجور. فقامت الكثير من الثورات سواء كانت عامة رجال ونساء أو ثورات نسائية. كل الثورات التي قامت ضد الأنظمة، ضد الأحكام، ضد الممارسات، شاركت فيها المرأة على مستوى العالم. ولكن عندما تتحقق نتائج هذه الثورة تعاد المرأة إلى منزلها وتقصى أيضا من حقوقها ومن وجودها ومشاركتها في الحياة الاجتماعية، ويبدأ الرجل بكتابة القانون وكتابة الدستور وإدارة الدولة وإدارة الحياة منفردا، وإقصاء للمرأة وتهميشا لوجود المرأة. المرأة موجودة منذ التاريخ في كل الساحات والميادين، في كل الثورات مشاركة، ولكن أيضا أقصي حقها. في ثورة شمال وشرق سوريا أو ثورة المرأة التي قامت بال2012 كانت الثورة التي هزت العالم أجمع، وكانت الثورة التي لفتت أنظار العالم أجمع عندما قامت المرأة في شمال وشرق سوريا بثورة 19 تموز. هذه الثورة التي كانت المرأة أمام تحديين: التحدي الأول كيف تنظم نفسها وتقود هذه الثورة، والتحدي الآخر كيف تظهر ثورتها أمام المجتمع وأمام العالم حتى ينظر ويرى بأم عينه دور المرأة وقيادة المرأة. طبعا كثورة ما زالت موجودة على أرض الواقع ومستمرة، وهذا الذي دفع النساء على مستوى العالم. والآن ما نراه في إيران من ثورة ومن احتجاجات، وكيف المرأة برزت أيضا في مجتمع مثل المجتمع الإيراني الذي يعاني الكثير من التهميش والإقصاء والتمييز للمرأة، سواء كان بوجودها ومشاركتها أو حتى بلباسها وكمرأة إدارية أو كمرأة قيادية كانت مقصية وحقها منتهك. ونحن كنساء سريانيات، وخاصة بالاتحاد النسائي السرياني والمرأة المنظمة السريانية، كان لها الدور الأكبر والأساسي في قيادة الثورة وفي المشاركة الفعلية في الثورة. ونتائج هذه الثورة بتشكيل الإدارة الذاتية ووجودها في جميع مفاصل الإدارة الذاتية. طبعا المرأة السريانية امرأة تحمل في داخلها آلام المجازر والإبادات التي تعرض لها شعبها، وآلام ما تعرضت له كامرأة سريانية من احتقالات، من اغتصابات، من تمييز أيضا بالقوانين والدساتير الأنظمة، وخاصة في سوريا كامرأة مسيحية أو كامرأة سريانية. لذلك وجدت المجال في هذه الثورة حتى تثبت نفسها، حتى تدافع عن شعبها، حتى تدافع عن كرامتها ووجودها. لذلك فكانت هي بكل كيانها مؤمنة بهذه الثورة لتحقيق أهدافها، لاستعادة حقوقها. فنراها موجودة كامرأة قيادية، كامرأة إدارية، كامرأة عاملة وفاعلة في مكان عملها، وأسست مع جميع المكونات هذه الإدارة لتثبت للعالم أجمع بأن المرأة ما تحمله من أفكار، ما تحمله من قوة، ما تحمله من إرادة، تستطيع أن توجد الأمن والسلام في الحياة. طبعا الأزمة السورية كان لها آثار وسلبيات ودمار للمنطقة وللشعب، ونتائج هذه الثورة
أو نتائج هذه الأزمة أدى إلى تقسيم جغرافية سوريا إلى ثلاثة أحكام أو مناطق تحكمها أنظمة مختلفة. ونلاحظ مثلا المناطق المحتلة الموجودة فيها المعارضة كيف هناك نرى أنه المرأة لم تأخذ حقها. المرأة في البداية أعلنوا عن مشاركتها في الثورة ومشاركتها في التغيير، لكن فيما بعد أرجعت المرأة إلى المنزل لتقوم بإدارة البيت والأسرة، وهمشوا دورها في العمل، همشوا دورها في كل مفاصل الحياة. المناطق اللي تعرضت للاحتلال تعرضت فيها المرأة لكل أنواع العنف، من قتل، من اغتصاب، من اختطاف، من تمييز، من وضعها ضمن إيديولوجية فكرية اجتماعية جعلتها مقيدة. نتيجة وجود داعش وأفكار داعش كتنظيم إيديولوجي إقصائي للمرأة، أيضا كان يمارس إيديولوجية انتزاع المرأة من المجتمع ليكون دورها ضمن البيت وضمن خدمة الرجل، لا تصل لمرحلة السبي والبيع وتصبح عبدة عند الرجل ومعرضة لكل أنواع العنف. بينما المنطقة التي تميزت فيها المرأة واستفادت من هذه الأزمة وما تعرضت له المرأة خلال الأزمة السورية وما تعرض له الشعب هي المرأة في شمال وشرق سوريا، التي قادت الثورة والتي أسست الإدارة الذاتية والتي برزت بشكل جوهري للمرأة لتكون قائدة، لتكون مناضلة. وطبعا المرأة في شمال وشرق سوريا بكل مكونات أو منها المرأة السريانية استطاعت أن تنظم نفسها ضمن قوات حماية ولتصبح المرأة بشكلها النسوي تلبس الزي العسكري وتقف على جبهات القتال ضد جميع أنواع الهجمات التي تتعرض لها المنطقة، وخاصة الفصائل المسلحة وأعتى التنظيمات اللي هي داعش، لأن بذلك إنما هو دفاع عن كرامتها، عن وجودها، عن شعبها، عن أرضها، لإيمانها بانتمائها لهذا الوطن، بإيمانها لانتمائها لشعب تعرض لكل أنواع المجازر، لكل أنواع الاعتداءات والاضطهادات. طبعا نحن كنساء في شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتنا ومنها المرأة السريانية ما زلنا في طريق النضال، ما زلنا نتعرض لجميع التهديدات والتهميش الذي تحاول كل الأنظمة أن تمارسه علينا كشعب وكنساء. ما نعيشه يوميا من تهديدات وضربات من الطرف التركي، من الطائرات المسيرة التي تستهدف فيها الشخصيات والقيادات ومنها المرأة القيادية والمرأة المميزة في شمال وشرق سوريا. أيضا التهديدات التركية المستمرة باحتلالات لمناطقنا، كلها هي إنما تحدي لنا كنساء على ما حققناه من إنجازات ومكتسبات في هذه المنطقة، لكننا نحمل في داخلنا الإيمان الكبير بأننا منتصرون، بأننا سنحقق أهدافنا، ونحن مستمرين في استكمال الإنجازات والمكتسبات التي حققناها على أرض الواقع. وكل هذه التهديدات وكل هذه الممارسات وخاصة ما تقوم به الدولة التركية تحت ذرائع واهية لضرب المنطقة وضرب مشروع الإدارة الذاتية وضرب مشروع المرأة لن يقف أبدا حاجز أمامنا في نضالنا، في عملنا، في استمرارية فكرنا كنساء تحب الأمن، تحب السلام، تحب بناء مجتمع يدعو إلى العدالة والمساواة.